تقفوا توريهم كده. ايه عايزين برويت عيد بقى صوروا كده. برويتا اهو لف لف. لا 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 باليه وليه بقى ايه اكتر؟ والله مرة عملت عملية يا جماعه احنا هنتجه هنعمل لقاءات جوه وانا غصب عني ما باكلش. انا مش بمزاج صح. لا هي كميه الاكل ساعات المعده نظام غذائي مخطوط معين وده بيختلف طبعا. يعني هي حتى في العمليات اللي بنعملها مش كل الناس بتوصل للوزن المثالي في نفس الفتره. يعني بيبقى ممكن حد بيبقى واخد مده اطول ويبقى كله على نوع الاكل اللي بياخده، على حسب الحرق اللي عنده، خلاص على حسب هو بيمارس رياضه او لا. كل الحاجات دي هي اللي بتحدد هيوصل لقد ايه وامتى. اتفضلي يا استاذه. ان شاء الله باذن الله هي مدام هل في ادوار من المرضى. اتفضل. عايز اعلق على كلام الدكتور محمد. يعني من الحاجات الحلوه عند الدكتور محمد ان هو دايما بيهتم بالنزول التدريجي. لان النزول التدريجي ده بيمنع المشاكل وبيمنع حدوث ترهلات وبيمنع مشاكل كتير بعد النوع ده من العمليات. عنده النزول مخطط ليه، النزول تدريجي محسوب بدليل ان هو فعلا قال لها سنه، احنا قدامنا سنه. هل في ادوار معينه عايزه ترجعي بيها للجمهور بعد غياب طويل؟ ده انا بصي بعد ما خست ده هعمل مفيش حاجه اقولها. عايزين نرجع لكل الادوار. مارلين مونرو مثلا. اغمى ادوس. استاذه وفاء، حضرتك قلتي انك هتغني الفتره الجايه. أيوة. ممكن تسمعينا حاجه منها طيب؟ لا لسه ما اقدرش احمد دلوقتي. طب حاجه غير الاغنيه. والله عايزين ما نسمع اقدرش صوتك. لسه عايزين نسمع صوتك عامه في الغنى. لا لسه ما عملناش. هي ديو ملحن اسمه احمد حجازي. دكتور احمد حجازي. وده بيضم وفاء مكي وسيد شعراوي في غنوه واحده، وان شاء الله هتلاقوا حاجه حلوه. استاذ وفاء طريق بوفاء مكي. يعني تحبي تشتغلي مع مين الفتره اللي فاتت؟ كل اللي ما اشتغلتش معاهم واللي اشتغلت معاهم عادي. طب هل انا حضرتك فخوره بيهم. نجاح العمليه يعني حضرتك شفتيه ازاي؟ شفته ازاي في ايه؟ يعني نجاح العمليه بتاعت حضرتك كويس الحمد لله ان صحيا كويس. احساسك ان نفسيا كمان ده شيء بيسعدني. يعني ده شيء. وبعدين والا مش يعني انا الدكتور محمد شاكر والدكتور محمد اسمه رفضوا ده، وانا والنبي عشان خاطري انا عايزه اطلع للناس واقول كده عشان ما حدش يفهم غلط ان انا، لان انا طلعت استغاثه قلت كذا، لكن الناس ما تفضلش تمدد ايدين المساعده والمعاونه ليا. فلازم اقل حاجه ان انا اطلع للعالم اشكرهم واقول للناس الحقيقه. وان انا ما بقدرش، قلت في البدايه انا ما بقدرش اخطو خطوه من غيركم بصراحه. لازم تكونوا على عام، والصحافه الراي العام ده هيوصل له من خلالكم. الصحافه النظيفه، الناس الصحفيين اللي بشرف ان انا بعرفهم، اللي في ظهري وفي سندي، فما اقدرش اعمل حاجه لازم يكونوا على علم ودرايه بيها تامه. ليه حضرتك بالذات اللي عملتي المؤتمر ده؟ يعني في ناس كتير جدا فنانين بيعملوا عمليات وبتبقى ناجحه، وفي ناس بتعمل عمليات بتبقى فاشله. سيبي ما بيجيبوش سيره. ليه حضرتك بالذات عملت ده؟ لا عشان انا لما طلعت الاستغاثه قلت انا ظروفي كذا وكذا وكذا، فالناس دي قدم لي انا لا املك ان انا اقدر اعمل عمليه ثانيه. نقدر نقول ثمنها كام عمليه؟ لا انا ماليش دعوه. وفي حاجه دور النقابه في العمليه. في تحاليل واشاعات هم المفروض ما يعملوهاش كدكتور محمد عملها على حسابه الشخصي. وده هو على فكره من شويه وشوشني وقال لي مش عايز اعملها على حسابي الشخصي، حتى الادويه اداها لي. فانا احب اشكرهم من كل قلبي وانا سعيده بده. على فكره ده نوع من الدعم القانوني، زي المحامين برضو الدكتوره اسماء واحمد الشاعر تقدموا من دون اي مقابل، زي الدكتور محمد، زي دكتور محمد اسمت دكتور التجميل. كله ده بيدعم وفاء مكي عشان ترجع لمكانها الطبيعي. دور النقابه في العمليه. النقابه ما عندهاش علم على فكره. ازاي ما عندهاش علم؟ حضرتك قلتي اشرف زكي واقف مع لا اشرف زكي بكلمه حاجه تاني. هي اصلا النقابات ما بتعملش لا الدكتور اشرف لما بقى في حاجه تاني بعيد عن العمليه تخصني انا كفن. انما ما حدش ده على فكره ما حدش يعرف ان انا عملت عمليه تجميل الا دلوقتي هيشوفوكوا على الهوا. انا هنا بيقولوا حضرتك شبه الفنانه نهال عنبر. انا شبهها دلوقتي؟ قمر نهال عنبر قمر، وانا يسعدني ان اكون شبهها. ايه تاني؟ اصعب دور حضرتك عملتيه وبتعتز بيه طول الوقت لحد النهارده؟
ايه رايك يا دكتور؟ موجة هو الاشهر. موجة الاشهر. مين ابطال انتوا العمل؟ عارفين دلوقتي موجة بينج في طب ممكن حضرتك تقول لنا على اي موجة كواليس دلوقتي حصلت لو سمعت الصعيد هتلاقي اي كواليس حضرتك هو انا لما خبطت دي كان انتشر اسمه موجة بسبب فيلم زاوية